كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس. يعني أكثر من 60 إلى 70% من اللعيبة حق المنتخب عندي معهم تواصل شبه مستمر وشبه يومي، ودائما ما نتكلم ودائما ما نلتقي ودائما ما عندنا علاقة ممتازة، والحمد لله يعني علاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني وممتازة. في 2019 كابتن عبد الرزاق انت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا. ليش غادرت معسكر المنتخب في 2019؟ هذه هي النقطة على كما يقال نقطة التحول في مشوار عبد الرزاق حمد الله مع اليوث الأطلسي. في الحقيقة يعني هذه النقطة يعني مش تحول فقط مع أسود الأطلس، لكن أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية على غرار يعني الأسباب. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة، لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد. لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أن تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا، أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. شوف، هو معروف أن عبد الرزاق حمد الله مش بسهولة، مو بسهولة أني أعتذر، بالعكس في حياتي كلها يعني حياتي الخاصة أو حياتي المهنية أو حياتي يعني إذا سويت خطأ أعتذر للشخص اللي سويت له الخطأ، فما بالك أنك تسوي الغلط يعني مع ناس يحبوك يعني زي الجمهور المغربي، وفي الأخير يعني المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب مغربي. صحيح. فأكيد يعني لا مثل جميع اللاعبين المغاربة يحلمون أنهم يلعبون كأس العالم، والحمد لله يعني فتحت صفحة جديدة في أول اتصال كان مع المدرب وليد الركراكي، يعني كما كان قال لي أنه إحنا الحين في صفحة جديدة، ومن ذاك اليوم أنا في صفحة جديدة مع المنتخب. يعني لم يكتب لي أني أكون معهم في آخر معسكر. إذا اختارني المدرب أن أكون معهم في كأس العالم فراح أكون معهم إن شاء الله، وإن شاء الله إذا كنت معهم راح أعطي كل ما عندي وأكثر. إذا ما كنت معهم فراح أكون أول مشجع للمنتخب الوطني.